مشكلة بتواجه ناس كتير. الطارة بتتلوح، بتعمل رفة مني وأنا ماشي على الطريق. طب الطارة رفت مني ومش عارف أصلحها، لازم أوديها عجلتي؟ لأ، أسهل حاجة ممكن تعملها في حياتك إن أنت تعدل رفة الطارة. طب هعدل رفة الطارة إزاي؟ أول حاجة لازم يبقى معاك الجزء ده. الجزء ده دوت اسمها رابطة سلوك، دي اللي بتربط السلوك دي. فالجزء ده بنجيبه من عند اي عجلات، اللي بيعمل في حدود 10 15 جنيه. والعجلات اللي ادولك عادي عشان هيفتكر ان انت مش هتعرف تعمل الحاجه دي في البيت، بس هي سهله جدا ومن اسهل ما يمكن. اول حاجه، العجله هي فيها لفه، لو سمعتوا الصوت هتلاقي العجله بتحك في الفرامل. طب انا عايز احل المشكله دي، اعمل ايه؟ هي حاجه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه اتاكد ان الفرامل في النص، يعني الفرامل المتركبه في النص بالظبط، ولا يمين ولا شمال. تمام. تاني حاجة ودي أسهل حاجة بقى، هبص كده بعيني، تمام، لحد ما أشوف المكان اللي في الرف. هفضل باصص في عيني، هفضل باصص كده بعيني لحد ما أشوف المكان اللي فيه الرفة فين. فمشيت بعيني كده، تمام، الجزء دوت فيه رفة، يبقى السلكة دي فيها رفة. طب أنا دلوقتي مسكت السلكة اللي فيها رفة، بعمل إيه؟ حاجة بسيطة جدا وسهلة. بحط القراطة بتاعت السلوك دي هنا. طب اربط ولا فوق؟ بص، هي سهله جدا. دلوقتي السلك ده خارج منين؟ خارج من هنا. لو ربطته هيشد الطاره كده، لو فكيته هيودي الطاره كده. فهنا الرفه انا عايز اجيب الطاره كده، فهعمل ايه؟ هربطه. عشان اربط بربط ناحيه الشمال، افك ناحيه اليمين. فانا دلوقتي المفروض السلك ده اربطه. اول حاجه تاخد مقاس السلك، انا معلمها بلزقه دي، هو مقاس 15. واهم حاجه ما تختارش مكان واسع، عشان لو اخترت مكان واسع مع الوقت الحته دي هتتاكل. فلازم تختار نفس المقاس بتاعها بالظبط. اخترت المقاس اهو وركبتها في السلك. بربط وانا باصص بعيني، يعني احلى حاجه في الموضوع دوت ان انا اولا ما بفكش الطاره، ثانيا بربط وانا باصص بعيني، فاللي هو بتاكد ان الرفه اتعدلت بالظبط. فبفضل باصص بعيني وافضل اربط واربط لحد ما الاقي الرفه اتظبطت. تمام. نلف تاني، في رفه اهي، تمام. نبص تاني بعيننا، المره دي الرفه في السلك ده. السلك دوت يمين ولا شمال؟ هو باين عليه اساسا ان هو السلك هتلاقيه كده مفكوك. الرفه دي يمين ولا شمال؟ السلك دوت رايح على الشمال، فالشمال لو ربطت هيروح، هيودي الطاره مكانه، مكان السلك ما موجود شمال. لو فكيت هيودي الطاره يمين، فانا عايز اوديها شمال، فالمفروض اربط. اروح اركب السلوك واربط، وافضل باصص، افضل باصص، تمام كده. اربط لحد ما اشوفها بعيني ان هي اتظبطت، واروح لافف في لفه تانيه. نشوف اللفه فين، نمشي بالراحه عشان نشوف اللفه فين. اهي في السلك ده، لو خدت بالكم في لفه في السلك ده. اول ما باجي عند السلك بلاقيه بيحك في الفرامل. السلك دوت يمين، انا عايز اوديه يمين اربطه، خلاص فهمناه. طالما السلك يمين وانا عايز اودي الطاره يمين، يبقى اربط السلك. عادي الصوت ده عادي، تمام. نلفها، لو لاحظنا مفيش صوت.
كده الطاره اتعدلت. طب انا عايز اكد عليها اكتر، عايز اكد على الطاره ان هو ما يبقاش فيها سنه رفه خالص. يعني انا عايز الطاره بتاعتي تبقى مسطره، سهله جدا وبسيطه. باجي على دراع الفرامل، دي الفرامل الاماميه، تمام. اروح جاي على دراع الفرامل الاماميه واروح دايس سنه بسيطه. فمع السنه البسيطه دي اخفف ايدي سنه. انا عايز ادوس بحيث ايه؟ ان الفرامل تبقى يا دوبك دايسه حاجه بسيطه. في رفه هنا اهي في السلك ده، السلك ده في رفه. طب السلك دوت المفروض افكه. تقول لي ليه افكه؟ هقول لك عشان عايز اوديه الناحيه التانيه. يعني السلك لو انا ربطته هيودي الطاره كده، بس الطاره فيها رفه عايزه تروح الناحيه التانيه، يبقى السلك ده افكه. افك ازاي؟ يمين، فكيته. نعمل كده تاني. نشوف الرفه فين، نلف بالراحه عشان نعرف اللفه فين. كده مفيش رفه. نبص برضه بعينين تاني نتاكد. نبص ندوس سن الفرامل بسيطه. شايف الرفه؟ حاجه بسيطه جدا، بس ايه، انا عايز اعدلها برضه. انا عايز ما يبقاش عندي لفه خالص في العجله، فافضل دايس فرامل كده لحد ما الفرامل هي اللي تجيب لي الرفه بنفسها. هتلاقي الرفه جت عند الفرامل وفرملت خالص اهي. نمشي بالراحه. لو ركزنا هنلاقيها في السلك ده، هنلاقيها في السلك ده. فنفك السلك ده عشان الرفه من هنا احنا عايزين نودي الناحيه التانيه. نفك السلك حاجه بسيطه وندوس تاني. نلف، مش هنلاقي اي رفه خالص. كده الطريقه دي سهله جدا وبسيطه عشان تعدل الرفه في اي عجله. طب دلوقتي انا في مشكله. ايه هي المشكله؟ ان انا ممكن اصلا تبقى الطاره معوجه مني وانا مش واخد بالي. ازاي؟ لو انا عندي الجزء دوت اللي هو السهل الفك، الجزء اللي هو سهل الفك ده، اول حاجه لازم أنا افكه واتاكد ان الطاره متركبه في المكان بتاعها مظبوط. يعني افك الجزء ده، افك الجزء ده كده كده اتفك. ممكن الفه عشان اشوفه لحد ما يبقى راكب في مكانه بالظبط. كده راكب في مكانه بالظبط. اروح قافل على دي بالراحه كده خالص. كده انا اتاكدت ان هو راكب في مكانه بالظبط. عشان الجزء دوت المفروض اعمله قبل الجزء اللي فات، اللي هو ان انا اعدل السلوك. ليه؟ عشان ممكن تكون الطاره ذات نفسها كلها ملوحه، فلو عدلت السلوك كلها كده هيتسبب ان الطاره هتبقى ملوحه عن السره، وانا عايز الطاره تبقى معدوله على السره. بس نتيجه لكل حاجه في ازاي تصلح الرفه بنفسك.